السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيناكم فيديو جديد حول الفضيحة الكروية والصدمة الكبيرة في بيت الإعلام المغربي الذي يستغل مباريات كرة القدم في ترويج أخبار كاذبة في حق فريق اتحاد العاصمة الجزائري للانسحاب وتقليد منتخب السنغال. خليك تشوف الفيديو. أقوى بكثير من فريق أسافي. الإعلام الجزائري تيحرض اتحاد العاصمة على أولمبيك آسفي باش يديروا السيناريو اللي دارت السنغال هنا في المغرب. تحريض، اجيو تشوفوا معايا الإعلام الجزائري كيفاش تيحرضهم وكيفاش تيقول لهم إذا صفر الحكم على بيلاتي ولا تمر كابيت نساحبوا. شوفوا التحريض كي داير، كارثة. الإعلام الجزائري هاد الناس هادو ما بقاوش تيحشموا الشباب. ديروا لنا لايك الفيديو باش يوصل لبزاف ديال الناس، باش يعرفوا عباد الله ويعرف الناس اللي كاينين في العالم، يعرفوا مع من حشرنا الله في الجوار، مع هاد القوم هذا كيفاش داير. اجي فبدل نشر روح رياضية يتم تضخيم أحداث بسيطة وتحويلها إلى صراع بين جماهير المغرب والجزائر. كارثة كبيرة بعد تصريحات مثيرة من الإعلام المغربي، حيث تم توجيه دعوة أكاذيب مفادها أن اتحاد العاصمة يريد انسحاب في حالة الخسارة أمام أولمبيك آسيا، مع اقتراح تطبيق نفس الخطة التي اعتمدها منتخب السنغال في مواقف سابقة. خليك تزيد تشوف هذا الإعلامي وش قال. اتحاد العاصمة الجزائرية يهدد بالانسحاب من ملعب أولمبيك آسفي، والطاس تتدخل وتحسم ملف الكان. السلام عليكم. ففي رأيكم، هل نحن أمام جدل رياضي جديد أم مجرد ضغط إعلامي؟ وكيف ستكون ردة فعل الجماهير الجزائرية على هذه التصريحات النارية؟ وفي الأخير، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والمتابعة لنستمر في نقل الأحداث. والسلام عليكم ورحمة الله.